لو بتدور على عياده للاستخدام او الاستثمار الفيديو ده ليك. اهلا بيكم، انا احمد مرسي، وهنتكلم في الفيديو ده لو عايز عياده في مستشفى جوه اكبر مدينه طبيه في العاصمه الاداريه الجديده. ايه رايك في عياده جوه اكبر مدينه طبيه على مساحه 560 فدان، وجنبك اكبر مستشفى عام في العاصمه الاداريه الجديده، ومستشفى ولاده ومستشفى نساء وتوليد، واكبر مبنى للتامين الصحي في العاصمه الاداريه الجديده؟ طب وايه رايك كمان لو موجود في المدينه الطبيه دي 3 مستشفيات فرنسي، مستشفى الماني لعلاج الاورام، وكمان مستشفى هندي وصيني كمان تخصصي، واكتر من 11 مركز اشعه ومعمل تحاليل. النهارده احنا بنتكلم على مستشفى الشفا في المدينه الطبيه في العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه للوكيشن، هو موجود اول قطعه ارض على مدخل المدينه الطبيه في العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه للمطور، هي شراكه ما بين مستشفى الشفا وشركه ريجنسي في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا شركه غنيه عن التعريف، ده رابع مشروع ليها في العاصمه الاداريه. بالنسبه للاستشاري الهندسي، هو المهندس محمد صفوت. يمكن من اشهر حاجه عملها هي مستشفى الشفا بالقاهره الجديده. بالنسبه للمشروع، هو عباره عن 3 مباني. اول مبنى فيهم بيكون تجاري وباقي المبنى عيادات. تاني مبنى فيهم بيكون مستشفى الشفا. تالت مبنى بيكون الارضي بتاعه تجاري، وباقي المبنى عباره عن مركز اشعه ومعمل تحاليل ومركز الاستشفاء كمان. وطبعا ما ننساش ان المبنى هو ميديكال سنتر، والميديكال سنتر بالنسبه للعيادات هو احسن مبنى يكون فيه عيادات، لان كل الخدمات اللي موجوده في الادوار هي بتخدم العيادات، من حيطان انتي بكتيريا لابلكيشن بيخدم كل الفاسيلتيز اللي موجوده جوه، لصيدليه بتخدم على المبنى. بالنسبه للمساحات، يعني المساحات بتبتدي من اول 43 متر. بالنسبه لنظام السداد، هو نظام سداد بيبدا من اول 20% والباقي على 7 سنين، او 10% والباقي على 6 سنين. بالنسبه لميعاد الاستلام، هو 3 سنين من تاريخ العقد. طبعا لو حابين نساعدكم في اختيار عياده في مستشفى الشفا في العاصمه الاداريه الجديده، شرفنا استفساراتكم على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. دمتم دايما سالمين وفي العقارات فاهمين.